بصراحة حاجة تشرف كل العاملين وكل الناس في شركة الرباط، وأنا بتمنى له كل خير وربنا يوفقه يا رب. والاستاذ احمد المنياوي والباشمهندسه سميه والنخبه الجميله والاستاذ محمد الطحان والاستاذ محمود وكلكم طبعا، انتوا افاضل واعزاء وناس محترمين، وبيكم اترفعنا واترفع الجوهري. لقيت الاخ الجوهري واعتماد القرار بتاعه بتسكينه على اداره اداره النقل. وطبعا الاخ الجوهري طول عمره مكافح. انت كل اللي بيتكلم انوار، مش شايف حد من الجيش بيتكلم. فبالنيابه عن جميع العاملين بالجراج بنشكر جميع الساده الحضور ونبارك للاخ الجوهري. وانا مش عايز كل كلمه يقول لك يا ابن الانوار ابن الانوار، لا ده ابن الجوهري ابن الشركه كلها، ابن الانوار. لازم الناس تعرف ان ابن الشركه كلها، واذا كان حاجه حصلت في الجراج فبيكم كلكم. موضوع بكل امانه على رئيس المؤسسه، قلنا له بدانا طبعا ما كانش فيه سواقين درجه اولى. اهم حاجه اللي احنا نحافظ على هذا المستوى. انا النهارده بوقف على الشباك واقبض مرتبي بحس ان انا تعبت بيها. ده اهم حاجه، اهم حاجه ان انت تروح تنام وانت حاسس ان انت عملت حاجه. انا النهارده في يوم من الايام كنت باجي بمضي واقعد شويه وامشي وانا في الجراج، كنت باجي اخر الشهر ابص لمرتبي او ما تعبتش بيها. كان في برضه الحاجه اللي جوه الصراعات اللي جوه الانسان، انا تعبت بفلوسي ولا لا؟ بحس ان انا ما تعبتش بهم، فكنت بحس نفسيا مش مستريح. لما جه اليوم واتكلفت واشتغلت واخدت الفرصه، اشتغلت. كلنا في ناس كتير لو جت لها الفرصه تشتغل. اهم حاجه نفعل الناس. احنا الحمد لله اللي احنا قدرنا نفعل بعض. النهارده اقل واحد موجود في الجراج لما بيغيب بيأثر معايا، انا بحس بيه. النهارده احنا كلنا بنتفاعل مع بعض، كلنا متحملين مسؤوليه. فانا بشكركم اللي احنا وصلنا لهذا المستوى بمساعدتكم يا جماعه. فرجاء النهارده الجوهري موجود، بكره مش موجود، نحافظ على هذا المنظور، هنحافظ عليه. انا بكره مش موجود، اتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي انتم تحافظوا على هذا المكان. وطبعا بشكر الساده الحضور، وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين في الجراج بتوجيه التهنئه للاخ عبد المنعم الجوهري وتوجيه الشكر لجميع الساده الحضور.